أعوذ بالله من قهر الرجال. الفنان حمدي حفني. مش لاقي أجيب أكل لعيالي وبعت اللي ورايا واللي قدامي. بكلم نقيب الممثلين مش بيعبرني ومش عايز غير الستر. اتقبض عليا بسبب تشابه أسماء ومحدش واقف جنبي، وبعتوا لمنى شلبي محامي وهي ممسوكة بحشيش. الفنان حمدي حفني طلع في فيديو واشتكى من تجاهل نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، وحكى عن حاله اللي يصعب على الكافر. حمدي قال: أنا ممثل وعضو نقابة المهن التمثيلية شعبة إدارة مسرحية وتمثيل، وعايز أشرح اللي تم بيني وبين السيد النقيب والتقصير اللي حصل في حقي. من 5 أو 6 شهور بعت للنقيب وبقول له: يا دكتور عايزين نشتغل، الحياة واقفة، يا دكتور الحياة بقت صعبة. يقول لي: حاضر حاضر. كان زمان في مقولة بتقول: السوق عرض وطلب، ولما كان السوق عرض وطلب كان الموهوبين اللي زيي وزي غيري من اللي قاعدين في البيوت بيشتغلوا. دلوقتي السوق ما بقاش عرض وطلب، السوق بقى كشف بيروح لشركات الإنتاج، في أسماء من الدكتور أشرف زكي، في أسماء الناس اللي تشتغل، وحتى مكاتب الكاستنج اللي ماسكها أحمد تمام ما بيردش على حد إلا الدكتور أشرف زكي. كنت بقول للدكتور أشرف: حياتي بايظة ومش لاقي أكل، ووصلت إن ولادي في ابتدائي وفي مدارس حكومية مقعدهم من المدرسة عشان مش معايا أجيب لهم سندوتشات فينو وجبنة. لما واحد يقولك ده يبقى التلاجة شكلها إيه؟ ده أنا لو بحكي الكلام ده لواحد يهودي كان زمانه تعاطف معايا إنسانيا. وقريب كنت بسأل على الدكتور، قالوا لي في السعودية بيعمل مسرحية، ربنا يكرمه ويزيده. أنا كان عندي موتوسيكل إيدي وروحي ورجلي وحياتي ما بتتحركش إلا بيه، رميته وبعته ب3500 جنيه وبعتله ورقة المبايعة. يقول لي برضو: حاضر حاضر. لو انت مش بتبعت كشوفات لشركات الإنتاج كان زماننا اشتغلنا. وانت جبتني مشهد السنة اللي فاتت في مسلسل، طب ده هاخد فيه كام؟ بترميلي عظمة؟ أنا ساكن إيجار جديد، يعني لو ما دفعتش الإيجار هترمي في الشارع أنا وعيالي. أخدت قرض خلص مني في 2 3 وخلاص خلصت مني الحلول. فضلت ساكت لحد ما حصلت مشكلة والبركان عمال يغلي ويزيد وأنا برضو ساكت. حصلت خناقة مع واحد ورحت اسم الهرم ودخلت الوكيل النيابة وعملنا صلح، ولما كشفوا على البطايق لقيوا إن عليا قضية من 2007. القضية دي مش بتاعتي، وحصل تشابه أسماء واتخذت على الاسم واتحطت الكلبشات في إيدي واترحلت على النيابة واتبهدلت ولا حد سأل فيا. أنا لو حد طري كنت انتحرت أو وقعت ومت. اكتشفت إن زميلة لينا عشان اتقبض عليها في المطار بحشيش الدكتور أشرف قلب الدنيا وبعت لها محامي. طب أنا لا قضية سرقة ولا نصب ولا دعارة ولا مخدرات، أنا بس تشابه أسماء. قضيت يومين وأنا بموت لحد ما لقيت الاسم مقلوب. فكوا الفنان وتعالى الباشا مستنيك جوه. لقيت شيماء نصار ست جت وخلصت الموضوع. طب النقابة فين؟ بتتحرك مع المشاهير بس؟ لازم يبقى في عدل. أنا ما بقتش خايف على حاجة، لا عندي رصيد في البنك ولا عندي فلل ولا مشارك في مطاعم. احنا مش عايزين غير ستر ربنا. احنا فنانين وموهوبين قوي والناس عارفة كده، وانا ما بتهددش. لو قلتلي هشطبك من النقابة انا مش مرتكب جرم، والناس كلها عارفة حمدي حفني ايه.